في اي شركه في شخصيتين مهمين جدا ان هم يبقوا موجودين فيهم، شخصيه الجوكر وشخصيه المايسترو. شخصية الجوكر دي عاملة زي محمد صلاح وهو بيلعب مع ليفربول، متحرر من كل حاجة لكن هو بيلعب في كذا بلد، وبالتالي شخصية الجوكر ده ببساطة هو محتاج يبقى عنده الاثوريتي وعنده القدرة ان هو يتنقل من قسم لقسم ويتابع قسم قسم ويطلع انتاجية من قسم لقسم ويشوف الكي بي ايز بتاعت كل الاقسام ويقدر ان هو يلاقي طرق وحلول مختلفة طول الوقت. لكن شخصية المايسترو شخصية استراتيجية بتحافظ على كيان الشركة، هوية الشركة، استراتيجية الشركة، الفكر العام بتاع الشركة، بتحافظ على ان دايما في ليدز جديد، دايما في طرق جديدة، دايما في استراتيجية جديدة بتنجح. فشخصية المايسترو هي شخصية مختلفة عن شخصية الجوكر، فبالتالي الشركة الناجحة عندها الشخصيتين، شخصية المايسترو وشخصية الجوكر، وده واحد وده واحد، ما ينفعش شخص يقوم بالدور الاثنين، وكل واحد فيهم لازم يبقى عارف ان ده دور وان دوره ده اساسي في البزنس واساسي في الشركه، وهو اللي محافظ على الشركه ومحافظ على استمراريتها.